يا احمد الحلم الحقيقي والمجد الحقيقي مش هنا في الاسماعيليه، المجد الحقيقي هناك في مصر يا احمد. المباريات والتدريبات، احنا بنحلم يا احمد. قصه لغز مش قصه، ترند ده لغز، الى الان احنا مش عارفين ايه القصه. عندنا لاعب اسمه احمد بغدوده. احمد فؤاد بغدوده. احمد ده خد ميداليه، خد مركز تاني يعني. مبسوط عشان خدت المج ده؟ مش عاجبك ولا ايه؟ امال كنت سخنان وعمال تقول مانو مانو مانو. كان احمد موجود معانا، واحمد ما شاء الله عليه من اللعيبه الطراز الفريد، يعني حاجه من الابطال مصر اللي بيشرفوا البلد. اللاعب المصارعه اللي كان في تونس ولم يعد، اللي هرب اثناء مشاركه مصر في البطوله الافريقيه بتونس. انت ده تفهم عليه؟ ده اقول لك صار له 3 ايام غايب عن البيت وقلبي خايف عليه. فجاه بيدوروا على احمد، فين البطل؟ فين الميداليه؟ فين احمد؟ احمد مش موجود. السلام عليكم عمنا. ما شربش عندك برتقال؟ لا ما شفتوش. وحيد يا ابني ما شفتوش والنبي. فين البعثه؟ دوروا مش لاقيين احمد، ولا رجع معاهم ولا موجود في تونس، وفجاه قال لك ده سافر راح فرنسا تقريبا. هل ده جزات اما ابني يمشي عشان يعالج نفسه او يعمل ده جزات ويتقال عليه هارب؟ هو كل واحد بيرمي المسؤوليه عن نفسه؟ لان اللي انا بقدمه له اقل من الممكن ان هو ياخده في اي حته في العالم. مش كده يا خالد؟ ايوه يا فندم. اتكلم. $50 بديها لهم مصروف جايبي، $50 ما يكفوش كيسين سيبسي في تونس. انا كنت حابب اساعد مصر، بس ما دام مصر مش رايده خلاص. لا رايداه يا فندم. ابني بقاله مسجل في المشروع القومي بقاله شهرين. كل شهر بيقبض 1200 جنيه. قال انه اول مره ياخد فلوس كان بس من شهرين، ده غير انه قبل كده كان ليه مكافاه 16,000 اتخصم منهم 14,000 ضرايب. المكافاه ده قال لي، فجاه قال لي يا بابا انا الفلوس دي راحت. قلت له ده راحت فين؟ قال لي ده هم بيقولوا لي ده ضرايب على حق انتقال من انا كنت بلعب تبع الاتحاد. متى يا فندم؟ متى ما تتضايقش، ادفع بقى يا شباب. أنا وقفت جنبكم وجه الوقت اللي تقفوا وراي وتزقوا زقي. في قضية محمد الشرباجي لاعب الاسكواش المصري العالمي اللي خد الجنسية الإنجليزية، بطل عالم، ثالث عالم، تمام، وطلع اشتكى وقال ما حدش بيعمل لي حاجه وما حدش رعاني وما حدش يعني بيهتم بيا، ما معناه يعني ومفيش تكريم ومفيش واي حاجه، وكاننا احنا مش عايزين الابطال دول يبقوا موجودين معانا. فكك يا سوكا من جو مصر يا امي وما شربتش من نيله والكلام لهبل ده. وفي حاجه اسمها مصر، اني مصر فيه مصر بتاعتنا ولا بتاعتهم؟ ان في بعض الاشخاص اللي هدفهم استهداف الابطال واللعيبه المصريين والتواصل معاهم ومحاوله عمل غسيل دماغ ليهم واقناعهم بالهروب من مصر والسفر الى اوروبا، وهم هيجنسوهم ويخلوهم يلعبوا في منتخبات اوروبيه وبتاع، فبالتالي الفلوس هتبقى اكتر. اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصه عمل في حته تانية عشان عايز يعيش. مش هو عايز يعيش؟ هو انا بديله مرتب كويس؟ أنا مش شايف الراجل عمل حاجة غلط خالص. ناوي ارجع همشي. هنبقى احنا بنربي وبنكبر عشان غيرنا هو اللي ينعم؟ لا، نبقى احنا اللي احنا ما بنصدق يطلع لنا بطل، ولا يطلع لنا بطل اولمبي، ولا يطلع لنا لعيب كبير، ولا يطلع لنا محترف كويس، ولا يطلع لنا مهاره كبيره في لعبه رياضيه. انت ما عملتلوش، عايز الحق يعني، انت ما عملتلوش حاجه، يعني لم تقدم له شيء يذكر يعني. من الاخر كده يا صاحبي، مفيش حاجه اسمها جنسيه، جنسيتك هي قرش. مالي اراكم يعني غضبانين وزعلانين وانت كل يوم علاولة عندك دكاترة ومهندسين وخبراء وعلماء بيسافروا بره وياخدوا جنسية ولا حد بيقول لهم انتوا فين؟ احنا كده كده ماشيين وسايبينها لكم مخدره، يبقى احسن. الله يحبك. الشرقيس.